صباح الفل عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يلا قومي كده وتنشطي يا صباح الجمال عليكي. يا حلو صبح، يا حلو طل، يا حلو صبح، نهارنا فل. قومي كده بقى وتنشطي عشان تعملي بقى تفريزات رمضان. انا مش عارفه صراحه الفيديو ده هنزله امتى، قبل رمضان ولا بعد رمضان. المهم هو فيديو طاقه ايجابيه كده، بقولك اصحي الصبح بقى. فتحي كده الدنيا وشغلي القران بتاعك، وشغلي حبه بخور، وقومي ابتدي بقى تفريزات رمضان، او شوفي اللي وراكي، وما تنسيش فنجان القهوه لو احنا لسه قبل رمضان. هنا بقى النهارده اليوم كنت هعمل شويه تفريزات لرمضان خاصه بالمحشي. قلت بقى اخزن الخضره الجميله اللي انتوا شايفينها، الخضره الحلوه دي. طبعا الكاميرا برضو مش موضحه قد ايه لون الخضار بتاعها. انا بحب اجيبها بقى وانضفها واغسلها واشيلها في الفريزر. خضره المحشي لوحدها اللي هي المشكل، كزبره وشبت وبقدونس، والخضره التانيه مثلا كزبره لوحدها عشان لو هستخدمها في حاجات معينه. هنا ورق العنب بقى كنت جايباه وهخزنه، وهعمل منه جزء اطبخه في نفس اليوم، والجزء التاني هخزنه. هوريكي بقى طريقه التخزين الجميله اللي تقعد معاكي من السنه للسنه، ما يجرالهاش اي حاجه. طبعا لازم نغسله يا جماعه، عشان انا سمعت كده حاجات غريبه، ادام بنسلقه يبقى ما نغسلوش. لا، ازاي يا جماعه؟ ده بيكون فيه تراب، بيكون فيه عفره وحاجات كتيره جدا، لازم يتشطف ويتغسل كذا مره ويتصفى عليه وكلام من ده. هنا بقى بشيل اللي بيبقى في ورق العنب ده، انا صراحه مش عارفه اسمه ايه. ده بشيله، وببدا بقى ان انا احطهم كده فوق بعض، وهوريكي دلوقتي انا بخزنه ازاي. ولو وصلتي معايا هنا الفيديو، ما تنسيش بقى تحطي اللايك، عشان اللايك ده بيرفع الفيديو زي ما انت عارفه. وانا اسفه جدا وبعتذر لكم عن صوتي، عشان انا عندي برد، وصراحه صوتي تعبني جدا، مش عارفه من ايه. المهم هنا بقى بعد ما شلت كل اللي هو العنقود بتاع العنب اللي بيبقى موجود ده، هبدأ بقى ان انا اغسله زي ما وريتك كده. انا غاسله الحوض كويس جدا، وحاطه فيه الصفايه، واقعد اغسله بقى كذا مره كذا مره، لغايه ما الميه بتاعته بتبقى صافيه خالص وبتبقى جميله زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. النهارده كنت عامله ورق العنب، وبرضه هعمل كرنب. انا مش عارفه الفيديو يعني هنزل لك فيه ايه، لان انا هصور مقاطع واشوف هنزل كده اجزاء منها. فزي ما انت شايفه معايا كده، ده بالنسبه لورق العنب. غسلته بقى كذا مرة. انا هنا بوريك المية بعد ما غسلته كذا مرة، المية صافية ازاي وجميلة، يعني عايزة اقولك ان هو نضف وبقى زي الفل. طبعا المتخزن في الفريزر انا قبل كده كنت بسلقه وبشيله. الصراحة اما كنت اجي اعمله واطلعه الاقيها غامقة شوية والاقيها مش حلوة. لا، انا هشيله من غير سلق، بس اللي انا بسلقه ده اللي انا هعمله النهاردة في الغدا بتاعنا. يعني خدت منه حبة كده، يعني ازيد من ربع كيلو بشوية، وسلقته وهعمله ايه للنهارده. لكن الباقي بقى هتشوفي انا هعمله معاكي ازاي. هعمله رول كده، وهشيله بقى في اللي هو الاسترتش، او لو عندك مثلا اكياس سندوتشات بيبقى حلو، بيقعد معاكي من السنه للسنه. اهو زي ما انت شايفه كده، بعمله طبقات فوق بعض بعد ما غسلته كويس جدا وشلت منه اللي هو العنقود ده. وبعد كده هبدا ان انا الفه زي ما هتشوفي معايا في ورق سندوتشات، قصدي اكياس سندوتشات، او اللي هو الاسترتش. واعمله رولات كده. حتى برضو ميزه منه ان هو ما بياخدش معاكي اي مكان في الفريزر خالص. هتشوفي معايا دلوقتي انا بخزنه ازاي او بلفه ازاي. عايزه اقول لك ورق العنب ملوش روح، يعني ما بيقعدش كتير. هو تقريبا بيقعد شهر بس في السنه، او شهر وحاجه بسيطه. فيا ريت على قد ما تقدري كلي منه واشبعي منه وشبعي اولادك، وخزني برضو عشان هو مش بيقعد كتير. اهو زي ما انت شايفه كده، ده اكياس سندوتشات انا قسمها نصين، وببدا ان انا اقفله كده من الجناب واعمله رول كده، واشيله بقى اعمل كذا رول واشيله في كيس في الفريزر. واما اجي اطلع بقى على قد ما انا عايزه اخده واسقطه بس في ميه مغليه واطلعه تاني، وتبتدي تحشي. هتلاقي لونه خضار وفظيع، وهتلاقيه جميل جدا اكنك لسه جايباه. فالطريقه دي صراحه احسن طريقه ممكن تعملي بيها. صدقيني يعني، لان انا عملت بطرق كتيره، وفي الاخر اتضح ان دي احسن طريقه. ولو انت عاملاه في الاسترتش، ممكن تسلقيه بنفس الاسترتش بتاعه، بتنزليها وتطلعيها كذا مره، بتلاقيها ان هي غيرت لونها. يبقى كده خلاص نبتدي نحشي. اهو عملت الاكياس اللي انت شايفاها دي كده. فبتاخدي بقى على قد ما انت عايزه وتبتدي تحشي، وبألف هنا وشفا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تعملي شير واللايك والكومنتس. الكومنتات بتاعتكم صراحه بتبقى جميله جدا ومحفزه. بحبكم في الله. دمتم سعداء، وكل سنه وانتم طيبين.